هاي، انا رحمه. النهارده هقول لكم ازاي انا بخدع الناس. انا عشت كتير قوي. عندي متلازمه اسمها متلازمه الامبوستر سيندروم او متلازمه المحتال. المتلازمه دي بتيجي للبنات في الاغلب اكتر من الولاد وكده. وهي متلازمه بتيجي بسبب ان انت بتبقى ما عندكش استحقاقيه عاليه، او مبقاش عندك استحقاقيه اساسا. تبقى شايف نفسك اكيد في حاجه ناقصه، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه انت مخبيها. انا ابهرتهم اكيد عشان عرفت اضحك عليهم بالكلام، لكن انا في الحقيقه مش شاطره. انا هم لما هيعرفوا الحقيقه هيطردوني من الشغل مثلا. لما يعرفوا الحقيقه هيمشوني. حتى في المذاكره اللي هو طب ما انتي حليتي في الامتحان. لا، انا بس عرفت الدكتور عايز ايه فعرفت اكتبه له بالطريقه اللي تخليني اجيب بيها درجات عاليه. طب ما ده مجهود، ما انتي تعبتي عشان تفهمي الدكتور لا، انا ضحكت عليه، عرفت بس بستفه فهو عرف فهو اداني درجات. فاحنا محتاجين درجات. ما انت زعلانه ليه دلوقتي؟ الامبوستر سيندروم دي بتيجي ليه بقى؟ عشان احنا بنبقى شايفين ان احنا مش كواليفايد كفايه، وان انا بس عرفت اضحك على الناس بمهارات مش فيا. نمسي في يوم هيجوا هيكتشفوا الحقيقه وهيعرفوا ان انا طلعت كدابه بقى حورت عليهم. ودي بتيجي من عدم الاستحقاقيه، واني شايفه دايما نفسي اني اقل، واني ما استحقش مثلا الفلوس اللي هتجيلي من الشغل ده، ما استحقش الدرجات اللي هاخدها في الماده دي، او انها جت بالحظ. وبنسى انا تعبت قد ايه عشان اوصل للحاجه دي. اني اعرف ابين مهاراتي للشخص اللي قدامي، عرفت احافظ على الكونكشنز بتاعتي لمده طويله جدا، اذاكر، اسمع، اتعلم، يمكن على فترات متباعده، يمكن مش عشان حاجه دايركتلي واضحه، بس ده كان مجهود واتعمل. للاسف الامبوستر سيندروم بتخلينا ما نعرفش نفرح او نحس بانجاز حقيقي. ما بنبصش على الانجاز اللي احنا عملناه، احنا بس بنبص على احنا امتى هيتم اكتشاف حقيقتنا، وان الانجاز ده بس هو انجاز وهمي. مهما انا اعترفت ان هو انجاز، بدور على الحاجه الناقصه فيه، وان مثلا انا نقصت 4 درجات ليه؟ انتي جايبه 96%. لا معلش، في 4 درجات نقصتيهم ليه؟ ف اللي هو لازم هضايقك، يعني انا هضايقك. عشان نعرف نوقف المتلازمه دي ونعالجها بنعمل ايه؟ اولا بنعترف ان احنا عندنا السيندروم دي، و بنفهم اسبابها، وبندور ايه الاسباب اللي احنا سرشنا فيها دي، ايه هي اللي عندنا. انا كان عندي عدم استحقاقيه، كنت بشوف ان اللي انا بعمله ده ولا حاجه، ومره واحده اكتشف ايه ده، يعني الناس بتستخدم الحاجه بتاعتك از ان هم يرجعوا لها كريفرنس، ده عشان انت تعبتي فيها. ايه ده، انت كان ممكن تقعدي تتفرجي على مسلسل دلوقتي، بس انت قعدتي سمعتي بودكاست ملوش اي علاقه باي حاجه في مجالك، بس الحاجه دي نورت لك عقلك، علمتك حاجه جديده. ما ده مجهود، ما ده وقت كان ممكن ما تعمليش فيه الكلام ده كله عملتيه. ف اولا الاستحقاقيه بتيجي من جوه ان انا بقى عندي استحقاقيه، ان انا طالما عرفت ادخل الحاجه دي فانا قدها، خلاص خلصنا. وان انا هكون كواليفايد ليها عادي جدا، واني مش اقل من اي حد يعرف يعمل الحاجه دي. ده رقم 1. رقم 2 اني اوثق الرحله بتاعه التعب، اللي هو ايه، انا جيت في الاخر بصيت ان انا ازاي جبت في الماده دي مش عارف ايه، بس افتكرتي بقى ان وانتي قاعده بتذاكري طلع عينك ازاي، افتكرتي انتي قاعده بتعيطي قصاد المسقط عشان مش عارفه ترسميه، لحد ما عرفتي ترسميه فدخلتي الامتحان رسمتيه فجبتي امتياز. عقلك هينسى. لازم تفكريه، لازم تقعدي تفكري، توثقي بقى صوره، فيديو، اي حاجه مهمه، توثقي اللحظه فيها دي، عشان لما عقلك يضحك عليكي ويقولك انت ما عملتيش ده، جات معاكي حظ، تفكريه وتقولي له لا ما جاتش معايا حظ، انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. من الحاجات اللي انا كنت بشوفها ان هي تافهه جدا، كنتش بقدرها ان انا بسال، ما بخافش ان انا اسال حد، ما بخافش، عندي شجاعه وما عنديش مشكله ان انا حد يرفض ان هو يجاوب عليا. فدي شجاعه، دي هتحتاج شجاعه، مش اي حد بيدخل يسال اي حد. فكنت اشوف ان انا عشان كده باخد الحاجه بسهوله، انا ما باخدش حاجه بسهوله، انا بعرف اوصل للناس ان انا مهتمه بالحاجه وما بخافش ان انا اسالهم وبتجرأ، فالناس بتشوفني ان انا مهتمه فبتساعدني. بس انا اللي اخدت الستيب الاولى، مش هم اللي جم قرروا هم يساعدوني من اللا شيء. دي جرأة، شجاعه، خطوه، فازاي اقلل منها؟
كنت بقلل من الموضوع ده جدا. فابدأ ابدأ شوف الحاجة بمنظور مختلف، ان مش ده الطبيعي اصلا. الحاجة دي محتاجة شجاعة، محتاجة وقت، محتاجة مجهود. طالما انت عملت كل الحاجات دي ف you deserve اللي انت وصل له. انت مش محتاج تعمل مجهود مضاعف، ولا تتكسف انك تطلب فلوسك، ولا تتكسف انك تطلب فلوسك، ولا تتكلم عشان بتكسف قوي. انت طالما اتحطيت في الحاجه دي وعرفت تعملها فانت قدها. فانت ما انت بتضحكش على حد، انت فعلا كواليفايد كفايه انك تعمل الحاجه دي. ف حاربوا الامبوستر سيندروم دي يا جماعه، ما تخافوش منها وما تخلوهاش توقفكم، عشان هي بجد بتوقفنا. ما تخلوش حاجه توقفكم. وزي ما بنقول دايما، ارمي نفسك في البحر والميه هترفعك. هنا جين الفازي your guide and comfort space. انا جايه جدا.